مرحبا أستاذ أحمد، شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله وصلنا بالسلامة. وحبيت أشكرك وايد 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 على خدمتك وعلى خدماتكم اللي شو أقول لك، يعني كل مرة تفاجئوني فيها. غير معاملتكم الطيبة، غير تواصلكم السريع معاي، غير إن أنتم ما تتأخرون. أوصل الفندق جاهزين، كل شي مجهزين لي. يعطيكم العافية. اختياراتكم دايما صح، دايما عندكم سمعة طيبة في الفنادق اللي أسكن فيها. والحمد لله الحمد لله رب العالمين، دايما أتوفق معاكم. أنت طبعا على راسهم، وبعدين كل الموظفين اللي تحتك يشتغلون معاك ممتازين، معاملتهم رائعة ومحترمين جدا جدا جدا. والفنادق والغرف اللي تختارونهم ممتازين ومريحين، الحمد لله متوفقين كل مرة. يعني يمكن هذه 10 مرة أكون معاك أختار الفندق، ولا مرة يعني تضايقت أو صار أي شيء ما ناسبني. بالعكس، كل مرة أقول مرة ثانية إن شاء الله أكون معاكم، وأعطي رقمكم حق كل من يتمنى يكون رايح مصر هالفترة وأنتم ما تقصرون معاه. شكرا شكرا لك أحمد، شكرا ما قصرت، شكرا كلك ذوق. ترى أنا الكلام اللي قلته مو مجاملة، فعلا 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 فعلا. أنت إنسان ذوق، ودايما تساعد وخدوم وما تقصر، ولو أطلب منك أي شيء هم ما تقصر. فصدق فعلا شكرا. دائما حتى لما أرجع البحرين تطمن علي، حتى كل فترة تطمن. فما أعرف شو أقول لك، خدماتكم على راسي والله.